بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المصطفى المختار الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. السيدات والسادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد في البيت السعيد. تحدثنا في الأمس عن عملية اختيار شريك الحياة، وذكرنا أن 4 خصال إذا توفرت إحداهن فضلا عن كلهن في ذاك الشخص الذي سيحظى بقراركم، فتاة كانت أو رجلا، يجب أن تبتعدوا عنه. وهذه 4 خصال قلنا: ذاك صاحب الخلق البذيء، والمستبد الدكتاتوري، والأناني الذي يرى أن يكون العالم كله محوريته نفسه، وذاك المستبد، وذاك السلبي الناقم الذي يقع نظره دائما على الأمور السلبية ولا ينظر إلى الإيجابيات أبدا. ابتعدوا عنه. نقطة مهمة جدا أستكمل فيه الحديث اليوم، أنه هذه الأمور يجب أن تنتبهوا إليها عندما يحظى الشخص بموافقتكم. وقبل أن تعطوا الموافقة النهائية كأشخاص أو كعوائل، يجب أن تسألوا عن حال الخاطب أو المخطوبة. هذه نقطة مهمة جدا. كثير من الحالات والزيجات التي أدت إلى الفشل كان السبب فيها تسرع الخاطب أو أهل المخطوبة بعدم السؤال وعدم أخذ وقتهم في السؤال عن حال الخاطب أو عن حال المخطوبة. وهذا يقع كثيرا أحيانا بأن الشخص الخاطب قد تجاوز عمرا معينا وهو في عجلة من أمره، أو أن الخاطب قد أتى من بلاد بعيدة أو من بلاد المغترب، من بلاد الهجرة، من أوروبا، من الخليج، وعنده أيام معدودات عليه أن يخطب فيها وينهي كل الإجراءات ويعود سريعا، وبالتالي عملية السؤال لا تأخذ وقتها. وهذه نقطة سيئة جدا، غالبا ما تؤدي إلى فشل في الحياة الزوجية. لذلك نصيحتي لكم أن تأخذوا وقتكم في عملية السؤال، وأن لا تستعجلوا في هذه القضية. انظروا، أحدنا على سبيل المثال عندما يريد أن يشتري جهازا إلكترونيا، هاتفا أو كمبيوترا أو كاميرا أو أي قطعة إلكترونية، فتجده يأخذ وقته في السؤال عن سؤال أصحاب الاختصاص عن هذه القطعة التي يرغب في شرائها. ربما البعض منكم أيضا، كما هو ديدن كثير من الشباب، يدخل على المواقع الانترنت فيقرأ المعلومات المستفيضة عن هذه القطعة التي يرغب في شرائها، وأي أنواعها هي الأجود، وما هي السلبيات، وما هي المميزات. أو يدخل إلى اليوتيوب فيقرأ فيستمع ويرى ويشاهد. أقصد أنه في عملية شراء بسيطة جدا في قضية لجهاز إلكتروني، كاميرا أو هاتف أو جهاز كمبيوتر، نأخذ الوقت الكافي في تفحيص وتمحيص أي قطعة تناسبنا. فما بالكم في مشروع الزواج الذي هو مشروع العمر، الذي هو مشروع الحياة، والذي الفشل فيه ليس هو كالفشل أو سيئة بضاعة سيئة وعدم جودة في جهاز إلكتروني. الفشل في حياة زوجية له آثاره السلبية النفسية على الإنسان، وعلى ربما على الأولاد إذا كانوا أصحاب ذرية. فيجب أن يأخذ الإنسان وقته في عملية السؤال واتخاذ القرار وعدم استعجال هذا الأمر. هذه نصيحة مهمة جدا أقدمها لكم من أجل أن يكون ما بعد هذه المرحلة مبنية على أسس سليمة، ومن خلال هذه الأسس السليمة بعد توفيق الله عز وجل يكون الحياة الزوجية سعيدة إن شاء الله. لذلك
مهم جدا عملية السؤال عن الخاطب وعن المخطوبة، ومهم جدا أن يكون عملية السؤال ممن هم على معرفة بحال الخاطب أو المخطوبة. الكثيرون يقعون في خطأ في سؤال الشخص من أشخاص هم لا يعرفون ذلك الشخص أصلا. يعني من الأخطاء جدا، وأعتبرها من الأخطاء جدا، سؤال إمام المسجد أو سؤال شيخك الذي تثق فيه كيف رأيك بفلان. هذا لا يعرفه، وربما لا يعرف إلا عملية تواجده في المسجد، وهذا ليس كافيا في عملية اتخاذ القرار. الإمام عمر كما حصلت حادثة يرويها الشيخ الإسلام ابن تيمية أن رجلا شهد لرجل عند الإمام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فسأل الإمام عمر ذلك الرجل الذي قدم شهادة للشخص المذكور، فقال: هل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يخبئ كل شيء عن جاره، ولأن الإنسان ربما في السوق أو في منتديات أو في المجالس العامة قد يصطنع حالا من الأحوال، لكن في بيته في حديقة منزله مع جاره لا يستطيع أن يتصرف دائما كل الوقت باصطناع، فلا بد أن يكون على طبيعته ويعرف الجار مدخله ومخرجه ومزاجه وأحواله. فهل أنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. ثم سأله الإمام عمر: إذن فهل رافقته في سفر؟ باعتبار أن السفر أيضا يخرج معادن الإنسان ومعادن الرجال، فالسفر الإنسان لا يستطيع أن يكون دائما كل الوقت فيه في حالة مصطنعة. دائما في السفر الإنسان تخرج طباعه الحقيقية. قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أرافقه في سفر. قال: فهل عاملته بالدرهم والدينار؟ قضية المال من القضايا المهمة جدا، الإنسان تظهر فيه حقيقة الرجل. قال: لا يا أمير المؤمنين، لم أعامله لا بالدرهم ولا بالدينار. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. في رواية الإمام عمر يقول له: لعلك رأيته في المسجد يؤدي بعض الركيعات. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اذهب فإنك لا تعرفه. فالمهم جدا في موضوع السؤال هو سؤال من هم حقيقة على معرفة تامة بهذا الشخص الذي تريدون معرفة حاله. وهنا الجار مهم جدا في السؤال عن حال ذلك الشخص. معرفة أصدقاء هذا الشخص أيضا مهم جدا، لأن الإنسان يعرف من خلال أصدقائه. الإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني العرب تقول أيضا: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فنظرة إلى أصدقائك، معرفة بأصدقائك، أخذ معرفة حقيقية ودقيقة بمن أنت وما هي شخصيتك. فهذه قضية مهم جدا. وأرجوكم في موضوع الزواج يجب أن لا تخجلوا من عملية السؤال. موضوع الخجل من عملية السؤال تؤدي في كثير من الأحوال إلى عمليات ليست سليمة في مرحلة الزواج. هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية هو بعد السؤال وأن حظي الإنسان بموافقتكم، سواء كان خاطبا أو مخطوبة، حظي بموافقتكم، تأتي مرحلة الخطبة. والخطبة مرحلة مهمة جدا أيضا يجب أن تنتبهوا لها. لكن هنا نقطة أيضا مهمة، لابد أن تفهموا حقيقة الخطبة. للأسف في كثير من العادات في مجتمعنا يعني خلطوا الأمور الخطبة بمواضيع الزواج. فالخطبة هي عملية وعد بالزواج وليس زواجا. هذه نقطة مهمة جدا. عملية الخطبة سواء الجاه الذي تأتي إلى بيت العروس، قراءة الفاتحة أو تلبيس الخواتم كما هي العادات عند بعض الأعراف والمجتمعات، كل هذه الأمور هي خطبة، والخطبة هي وعد بالزواج وليس زواجا. هذه نقطة مهمة جدا. لذلك أحبتي في الله، في مرحلة الخطبة الخطيب والمخطوبة أجنبيان عن بعض، فلا يحل لهما أبدا أي نقطة إلا موضوع
الأمور الإنسانية العامة. يعني الرجل الذي جاء إليكم وخطب ابنتكم وقرأ الفاتحة وقدم الجاهة وربما لبس الخواتم، لا تقولوا هذا أصبح منا، هذا لم يصبح منكم بعد، هذا لا زال سعره بسعر أي رجل في الشارع، لا زال غريبا عنكم. والمشكلة الكبيرة أن الكثير من العوائل والكثير من المجتمعات تنظر إلى الخاطب على أنه في مثابة صهر وفي مثابة زوج لابنتهم، بل كثير من الخطاب ينظر إلى مخطوبته أنها زوجة وعليها أن تنفذ جميع الأوامر وما يحب وما يرغب، أن يمرر عليها قانونه، وهذا من الخطأ الكبير. بل كثير من العوائل يقول لذاك الرجل الذي جاء خاطبا لابنتهم أوصلها إلى محل عملها، أو أوصلها إلى الجامعة، أو ائتي بها من الجامعة، ائتي بها من المدرسة. وهذا أمر خاطئ جدا، لأن هذه خطبة، والخطبة هي وعد بالزواج. وموضوع أن تفهموا قضية الخطبة أنه وعد بالزواج، يعني أنه ربما لن يتمم هذا المشروع، وبالتالي عند فسخ الخطبة لا يترتب لا على الخاطب ولا على المخطوب شيء. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن تنتبهوا إليها. الكثير ينظر إلى مشروع الخطبة وإلى عملية الخطبة على أنها زواج، وبالتالي يفتح الباب للخاطب على مصراعيه ويختلط الحابل بالنابل. وكثيرا ما يكون يظهر خلال عملية الخطبة عدم التوافق وعدم القدرة للتحمل بين الخاطب والمخطوبة، فلكن لا يستطيع التراجع. الناس عرفت وكل الناس أخذوا خبر، ولا نستطيع أن خجلا أمام الناس لابد أن نكمل المشروع. وهذا أيضا من الأمور الخاطئة. لذلك السنة النبوية أن الإنسان أو المجتمعات المسلمة أن يظهروا النكاح ويعلنوه. يظهر النكاح أي عملية عقد القران، وعقد القران شيء والخطبة شيء آخر. من السنة أن المجتمعات المسلمة أن يظهروا ويعلنوا عملية النكاح وعقد النكاح، وأن يخفوا عملية الخطبة. هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الديلمي، يقول: أظهروا النكاح وأخفوا الخطبة. هذه نقطة مهمة جدا، لأن عملية الخطبة عملية كما قلت لكم وعد بالزواج، وربما هذا الوعد لا يستكمل. ربما هذا المشروع سينتهي ويتوقف. قد أكون جئتكم خاطبا لابنتكم وبعد شهر وأخذت الموافقة منكم، وبعد شهر، شهرين، 6 أشهر وجدت نفسي غير قادر على استكمال المشروع، فأنهي هذا الموضوع وأنهي هذه الخطبة. وفي الشرع وحتى في القانون لا يترتب على فسخ الخطبة أي شيء. لذلك هذه نقطة مهمة جدا في عملية الخطبة، أن نتدارس أحوالنا وأن نفهم بعضنا. هل أنا قادر على تحمل هذا الرجل؟ هل هذا الرجل أناني؟ هل هذا الرجل مستبد؟ هل هذا الرجل سلبي؟ هل هذا الرجل فيه أخلاق بذيئة؟ والعملية أيضا بالعكس، هل هذه الفتاة سلبية؟ هل هذه الفتاة مستبدة؟ هل هذه الفتاة أنانية؟ هل هذه الفتاة صاحبة خلق بذيء؟ فبالتالي إذا اكتشفت هذه الأمور أنا أوقف مشروع الخطبة. لذلك النصيحة النبوية والنصيحة الإسلامية لكم كآباء وكأمهات وكمجتمع مسلم أن يكون عملية الخطبة لها حدودها الشرعية التي يجب أن نقف فيها. الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما وليسوا زوجين، وبالتالي من الأمور الجيدة التي يجب أن تفهموها وأن تنتبهوا إليها قضية عملية إخفاء الخطبة. عملية إخفاء الخطبة عملية مهم جدا. إذا حصل عقد نكاح ادعوا بأصدقائكم، ادعوا أقاربكم، ادعوا العوائل الذين تعرفونهم، وافعلوا ما ترغبون به من الإعلان والفرح والسرور. لكن في عملية الخطبة يجب أن تخفوه. هذه حقيقة نصيحة نبوية مهمة جدا، وستعلمون لأنه الخطبة قد لا تستكمل، وقد تنتهي هذا المشروع ويذهب هذا الرجل ويأتي رجل آخر. تصور أن فتاة خطبت، تصور هذا المشهد، أن فتاة خطبت لرجل، بعد 2 2 3 أشهر فسخ الخطبة، جاء رجل آخر
خطبها شهرين 3 4 5 أيضا فسخت الخطبة، والناس كل مرة يعرفون، وندعو بالأصدقاء والأهل والأحباب والمعارف في كل مرة يحضرون بعد خطبة، بعد فسخ خطبة أو خطبتين من سيتقدم لهذه الفتاة؟ الكل سيقول حقيقة لربما هذه الفتاة كما تقولون أنتم منحوسة، حتى هذه الفسوخات المتكررة، أو ربما هذه الفتاة فيها مشكلة حتى هذه الخطبة تفسخ مرات ومرات. لذلك السنة النبوية صلى الله عليه وسلم أمرنا بإخفاء الخطبة، حتى لو أدى هذه الخطبة إلى التوقف لا نكون في حرج من المجتمع ونكون قادرين على اتخاذ القرار. ونقطة أيضا مهمة جدا يقع فيها كثير من مجتمعاتنا، أن الخطبة يكون لها حفلة كبيرة وتؤخذ فيه الصور، أو يتبادل الخاطب والمخطوبة الصور بين بعضهما، وربما يعلن هذه الصور عبر المواقع الاجتماعية الفيسبوك أو تويتر، وربما حفلات الخطوبة تذاع عبر اليوتيوب. تصور بعد شهر شهرين 3 4 هذه الخطبة لم تمشي كما أردنا وتوقفت هذه الخطبة، ماذا سنفعل بهذه الصور التي تبادلناها؟ هل نعيدها لبعضنا؟ وكيف نعيدها لبعضنا؟ وأنتم ربما سمعتم العشرات من الحالات الذين كانوا فيه أشخاص قاموا بتهديد خطيباتهم، وربما نشروها في مواقع تسيء إلى المخطوبة. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه النقاط أيها الإخوة ليست عملية تعقيد، وليست عملية تصعيب، وليست أن الإسلام يريد أن يحجر عليكم كل الأمور، ولكن الإسلام يريد لهذه الفتاة أن تكون محمية من أي غدر قد يكون. لذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الخطبة مخفية. ونقطة مهمة جدا أختم بها، أنه في فترة الخطبة لابد من دراسة هذه الأمور والأخلاقيات. وإذا وجدتم أن الخاطبة أو المخطوبة لا تتوفر فيها هذه الأمور، أو أنكم غير قادرين على تحمله، أرجوكم لا تستمروا تحت ضغط العائلة، تستمر تحت ضغط المجتمع، لا تستمر تحت ضغط الحياة، توقفوا مباشرة. فاستمراركم تحت بند الحياة وتحت بند الخجل سيؤدي بكم إلى خجل أكبر بعد أن تعود بنتكم إليكم مطلقة حزينة كسيرة البال دامعة العين. إلى غد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.